gentlemen, Michael Jackson. And we welcome him to the Walk of Fame. في 1984 مايكل جاكسون كان رايح عشان ياخد جايزة الهوليوود ستار، والجايزة دي هي نجمة بتتحط في الأرض كده في حتة اسمها ممشى المشاهير في هوليوود، والممشى ده يعتبر معلم تاريخي ومنطقة سياحية مشهورة قوي في لوس أنجلوس، والجايزة دي بتتقدم للمشاهير اللي عملوا إنجازات في الفن وكده كشيء تذكاري لإنجازات الشخص ده يعني. وقبل ما مايكل جاكسون يروح عشان ياخد الجايزة كان في أكتر من 5000 واحد من معجبينه هناك، ومن كتر ما المكان كان زحمة حصلت حالات كتير قوي إغماء، ومش أقل من 3 إصابات للشرطة هناك. عايز اقول لك ان من كتر ما الدنيا كانت زحمه والشرطه هناك كانت بتحاول تسيطر على الوضع، وهم طبعا كانوا خايفين قوي اللي هو اذا كان كل ده حصل قبل ما مايكل جاكسون يجي بحوالي 3 ساعات، امال لما هو يجي ايه اللي هيحصل؟ وقبل ما مايكل جاكسون يجي بحوالي نص ساعه طلع مدير الاحتفال وقال يا جماعه ما ينفعش كده، وهدد وقال ان لو الناس ما رجعتش لورا والجمهور هدي كده شويه انا هلغي الاحتفال. ولما بقى مايكل جاكسون وصل حرفيا الناس اتجننت. Ladies and gentlemen, Michael Jackson. And we welcome him to the Walk of Fame. الشرطة ساعتها من كتر ما كانوا خايفين على الناس وعلى مايكل جاكسون حرفيا جه خد الجايزة واتصور معاها ومشي، يعني الاحتفال قعد حوالي 3 دقايق، والموضوع ده يعني ما كانش صدفة او مفاجأة. مايكل جاكسون كان لا خلاف عليه ان هو نجم الجيل واكتر فنان عنده معجبين، والناس حرفيا مهووسة بيه وبأغانيه. يعني انا عايز اقول لك ان مايكل جاكسون في الوقت ده هو ما كانش ليه منافسين اصلا، هو حرفيا كان رقم 1 وبعيد خالص عن المنافسة. وفي سنة 85 مايكل جاكسون كان في زيارة لمتحف الشمع، وبسبب الزيارة دي كان فيه هناك اكتر من 8000 واحد عشان بس يشوفوا مايكل جاكسون، وساعتها حرفيا مايكل جاكسون ما كانش عارف بس ان هو يروح يركب العربيه، وزاد بقى الموضوع ده وخلى الناس تتجنن. مايكل جاكسون بدل ما يركب العربيه قام ووقف عليها وقعد يشاور ويلوح للناس بايده كده. بعدها بقى حرفيا الناس اتجننت لما هو عمل اللقطه دي. عايزك تتخيل بقى معايا ان انا كل ده بكلمك في زياره المتحف وجايزه هو رايح يستلمها، تخيل بقى في الحفلات الوضع كان بيبقى عامل ازاي. مايكل جاكسون كان بيعاني بسبب حفلات، حرفيا ما كانش في حفله بيعملها الا ولازم واحد من الجمهور يطلع له على الستيج. فعلا الناس كانت متاثره بيه قوي، وهو كان مؤثر قوي في الشباب، يعني حرفيا كان فعلا نجم الجيل ما كانش فيه هزار. اشهر موقف حصل لمايكل جاكسون في حفله كانت حفله في كوريا. اول لما مايكل جاكسون طلع على حاجه كده زي الاسانسير وهي بتطلع لفوق كده مسافه عاليه جدا عن الارض، وموضوع الاسانسير ده يعني هو كان جزء كده من الشو بتاع الاغنيه فاهم، وساعتها في واحد من الجمهور شاف انها هتكون خطوه في وقتها وراح مسك في الاسانسير وطلع فيه مع مايكل جاكسون، وساعتها بقى مايكل جاكسون كان خايف عليه جدا ان هو يقع، فساعتها مايكل جاكسون فضل ماسك بيه باقوى قوه عنده لغايه لما العرض خلص والاسانسير نزل والامن راح مسك الواد. We have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him but he's not. ودي بقى كانت مكالمة البودي جارد بتاع مايكل جاكسون وهو بيحاول يعمل اي حاجة عشان يلحقه، لان ده كان اخر يوم في حياة ملك البوب مايكل جاكسون، واللي مات ساعتها بسبب جرعة عالية من مهدئ البروبوفول اللي ادت ان مايكل جاكسون ما كانش قادر يتنفس وان ضربات قلبه كانت ضعيفة جدا. في محاولات كتيرة بقى من الدكتور لمدة 1.5 ساعة ان هو يعمل لمايكل جاكسون انعاش وان هو يديله ادوية بتحارب الجرعات العالية من المهدئات، ومحاولات تانية ان هم يرجعوا له نفسه باستخدام كل طرق الاسعافات الاولية عشان يلحقوه، لغاية لما كلموا الاسعاف. لكن ساعتها كان الوقت فات واستقبل العالم اليوم ده خبر مؤسف وهو وفاة ملك البوب مايكل جاكسون. Very sad news, Jim Moray, and to all of our viewers, Michael Jackson has died. ازيكم يا جدعان؟ النهارده فيديو مميز قوي وكنت انا اصلا عايز اعمله من بدري. هنتكلم فيه عن تفاصيل عن مايكل جاكسون وهنخش جوه العالم بتاعه في الفيديو ده، والفيديو ده ممكن يكون اكتر فيديو مختلف وممتع ممكن تشوفه عن مايكل جاكسون على اليوتيوب. فلو انت اول مره تشوفني بقى ما تنساش تدعمني بسبسكرايب ولايك للفيديو عشان انت هتحبني. ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام، بنزل لك ريلز حلوه هتعجبك يعني. ماشي نبدا. النهارده انا مش عايز اخش قوي في تفاصيل موت مايكل جاكسون لان في ناس كتير قوي اتكلمت عنها، وده بسبب ان دي من اكتر الحاجات اللي حصل عليها جدل في حياه مايكل جاكسون. بس ما علينا، مش موضوعنا النهارده ومش هنتطرق في الحته دي يعني. تعالى بقى نتكلم عن البوم ثريلر، لان الالبوم ده بحس ان هو مش واخد حقه قوي في الشرح والكلام، لان زي ما قلت لك موضوع موت مايكل جاكسون هو اللي دايما بيجيب فيوز، بس الناس بقى مش واخده بالها من حاجه، وعايزك تركز معايا في الحته اللي جايه دي. تعرف ان البوم ثريلر اكتر البوم اتباع في التاريخ بحوالي 70 مليون نسخه حول العالم، ودي النسخ الرسميه. هو في كلام بيتقال ان هو اتباع منه اكتر من 30 مليون نسخه بس بشكل
بشكل غير رسمي او بدون تصريح. يعني احنا بنتكلم في اكتر من 100 مليون نسخه، والالبوم ده قعد حوالي 500 اسبوع بيطلع وبينزل في المركز الاول في بيلبورد 200. وفي سنه 2009 ودي السنه اللي مايكل جاكسون مات فيها، الالبوم من كتر ما الناس اشتريته بعد موت مايكل جاكسون في السنه دي وصل ان هو يبقى رقم 14 في مبيعات السنه بتاعت 2009، وده على البوم بنتكلم ان هو عدى عليه 27 سنه. طب بلاش دي يا عم، الالبوم ده اتعمل في 1982 وخلاص بقى احنا المفروض في 2023 والالبوم يعني اللي هو خلاص عدى عليه وقت جامد، فاهم؟ الالبوم لغايه دلوقتي بيتباع منه حوالي 130 الف نسخه كل سنه. الارقام دي مش عاديه. انت متخيل ان انا بقول لك البوم معدي عليه 41 سنه لغايه دلوقتي بيجيب ارقام؟ حاسك مش فاهم يعني. هو انا حاسس كده، انا مش حاسس ان انت مش مستوعب الموضوع. مايكل كان عادي بالنسبه زي سعد صغير هنا ولا زي اي حد بس مش منافس ليك؟ لا حرام عليك. تعالى اوريك الموضوع اللي شكل ممكن يكون قريب اكتر للفتره اللي احنا فيها. عمرو دياب واحد من انجح مطربين الوطن العربي ومش محتاج اعرفك حاجه زي دي يعني. عمل البوم في 2002 اسمه اكتر واحد، وعلى كلام ويكيبيديا ان ده من اكتر البومات عمرو دياب نجاحا. الالبوم ده باع حوالي 11 مليون نسخه، ولو كملنا الكلام كده هنلاقيهم كاتبين ولا يزال هذا الالبوم الاكثر مبيعا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وعمرو دياب بقى بسبب الالبوم ده خد جائزه الميوزك اووردز في 2002، وكل ده انا بكلمك على 11 مليون نسخه. انا طبعا مش بقارن ما بين عمرو دياب ومايكل جاكسون، كده كده الاثنين اساطير، بس انا بوري لك البوم زي اكتر واحد اللي هو بتاع عمرو دياب ده لما نزل كسر العالم العربي حرفيا. ما كانش في حد في الوطن العربي مش عارفه او بيسمعه، وكل الناس كانت بتحبه وبتشغله. وانا كل ده بكلمك في 11 مليون نسخه مش 100 مليون نسخه. تمام. البوم ثريلر ده يعتبر هو اللي غير شكل الموسيقى في العالم. وعلى فكره الجمله دي اتقالت نصا في اليوم الاول من التسجيل بتاع الالبوم. دخل المنتج الاستوديو وقال تمام يا شباب احنا هنا عشان ننقذ صناعه الموسيقى، وبعدها عملوا كده فعلا. وعشان اقول لك ليه الالبوم ده انقذ صناعه الموسيقى هنحتاج نرجع بالزمن ورا شويه ونعرف هو الالبوم ده اتعمل ازاي اصلا. في 1979 مايكل جاكسون كان عامل البوم اسمه اوف ذا وول، والالبوم ده حقق مبيعات كتير قوي وخد اشاده حلوه جدا من النقاد. وبالرغم بقى من مبيعات وان هو الناس حرفيا كانت عاجبها فشخ الالبوم، مايكل جاكسون برضه كان متضايق. طب ليه يا عم مايكل؟ ده الالبوم باع منه اكتر من 20 مليون نسخه. والسبب ان مايكل جاكسون كان متضايق ان الالبوم ده ما كسبش جائزه جرامي لافضل البوم في السنه. وجائزه جرامي دي لو انت مش فاهم اهميتها يعني هي زي البالون دور في الكوره بس بالنسبه للمغنيين. فمايكل جاكسون ساعتها عمل الالبوم ده بدافع الانتقام، وده بان لما هو طلع قال ان من الظلم جدا ان الالبوم ده ما ياخدش الجائزه، وان انا بتعرض للعنصريه بسبب لوني. وقال ان هو اتقال له ان وشوش الناس السمراء لما بتتحط على المجلات والصحف مش بتبيع. وقال نصا كده انا عارف ان في يوم من الايام المجلات دي كلها هتتحايل عليا عشان بس يعملوا معايا لقاء، وساعتها انا هفكر وممكن ساعتها بقى يوافق او لا. وقال بعدها ان الناس متعوده ان الالبومات عموما بيبقى فيها اغنيتين 3 هتات والباقي يعني بيبقى عادي او ممكن يكون مش حلو قوي. طب ليه بقى انا ما اعملش البوم يبقى كل الاغاني اللي فيه هتات؟ وان ده بقى هيبقى هدفي في الالبوم اللي جاي اللي هو ثريلر يعني انا بكلمك عليه. وقال نصا ان انا هخلي كل اغنيه في الالبوم اللي جاي تكون قاتله. واشتغل بعدها مع نفس المنتج اللي انتج له اوف وول، وحرفيا عمل 30 اغنيه بس بعد ما صفى بقى واللي هو طلع احسن حاجه في ال30 اتبقى 9. وساعتها طلع البوم ثريلر في 29 نوفمبر 1982. وفعلا بعدها ب5 سنين لما مايكل جاكسون نزل بالبوم ثريلر فاز الالبوم ده ب8 جرامي كاكتر البوم في التاريخ في الوقت ده يفوز بالجائزه دي. يعني حرفيا بقول لك مايكل جاكسون فعلا عبقري. مايكل جاكسون. ولما ألبوم ثريلر نزل ساعتها كانت أمريكا أساسا عندها ركود اقتصادي، ونسبة البطالة في الوقت ده وصلت 10%، ودي كانت أول مرة تحصل من 40 سنة في الوقت ده. وكانت شركات التسجيل بتسرح الناس اللي شغالة فيها، وبرضه في حوالي 40 محطة راديو اتقفلت. وساعتها بقى الناس كانت بتسمع الموسيقى عن طريق كام حاجة كده، يا شرايط الكاسيت يا إما الراديو في العربيات أو عن طريق الووكمان. والووكمان ده حاجة كده هو زي الهاند فري اللي هو معانا دلوقتي، هو ساعتها بقى كان زي الهاند فري كده، وكان ساعتها سعره حوالي $100، فما كانش منتشر قوي بسبب ان هو سعره وقتها كان غالي، يعني $100 ساعتها كانت غاليه. واساسا الووكمان اخترعوه في سنه 79، فكان لسه جديد اصلا، يعني ما كانش في ناس كتير بتستخدمه. عايز اقول لك بقى ان اساسا اللي شهر الووكمان بعدين كان البوم ثريلر. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. لغايه بقى لما بنيجي لسنه 81، دي السنه اللي اتعملت فيها قناه MTV. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel. عايزك بقى تركز معايا
معايا في الجزء اللي جاي ده، لان القناه دي يمكن تكون هي السبب في ان صناعه الموسيقى تكون جزء كبير قوي من بيزنس في العالم، لان حرفيا القناه دي غيرت شكل الموسيقى كليا، وهي اللي ساعدت مايكل جاكسون على ده. Starting right now, you'll never look at music the same way again. القناه في الاول لما كانت اتعملت كانت فكرتها روشه قوي، وده لانها كانت اول منصه على التلفزيون بتعرض الاغاني بس، يعني هي قناه معموله للاغاني بس، ما فيش حاجه تانية بتطلع على القناه. حرفيا هي كانت افضل اختيار للفنانين عشان يعلنوا بيها عن الفيديوهات كليب بتاعتهم، فكان اي فنان موهوب لسه بيطلع او حتى فنان مشهور كان احسن حاجه يسوق بيها لنفسه ان هو يحط الاغنيه بتاعته على القناه دي. ومش بس الفنانين هم اللي استفادوا من القناه، لا هي برضو ادت للجمهور شكل ومسار جديد قوي في سماع الاغاني. حرفيا انت مش بس كان ينفع تقول انا بسمع اغاني، لا انت كان ممكن تقول انا بتفرج على اغنيه. وكانت القناه بقى بتعافر في الاول عشان تتشير وتبقى جامده، لان كانت لسه في الاول بقى فاهم، يعني ما كانش لسه في ناس كتير بتتفرج عليها، بسبب ان ساعتها الفنانين وشركات الانتاج ما كانوش لسه مدركين اهميه الفيديو كليب، والفكره كانت لسه جديده، فكانت الاغاني بتتكرر. يعني هو مثلا كان في كام فنان كده هو اللي بيحط الاغاني بتاعته على القناه، والاغاني بقى بتقعد تتكرر فاهم، مفيش جديد، لغايه بقى لما بيجي الكينج مايكل جاكسون وبيقول وسع يا ابني كده انت وهو. مايكل جاكسون ساعتها بينزل بفيديو كليب بيلي جين، وبيتفق مع القناه انهم يحطوا الفيديو كليب عندهم. وبالرغم ان ساعتها ما كانش من الطبيعي ان ممكن حد اسمر يطلع على قناه، كان في مخاوف كتير، وده بسبب ان القناه من اول لما ابتدت كانت بتطلع المغنيين البيض والمغنيين اللي شكلهم امور وحلو بس. من الاخر يعني ما كانش لسه فيه فكره ان ممكن حد اسمر يعمل فيديو كليب ويتحط على قناه والكلام ده. بس بعد كلام واتفاقات اللي هو خلاص ماشي هنحط الفيديو كليب كتجربه وهنشوف. والموضوع اساسا برضو ساعتها كان يستاهل الريسك شويه، لان اصلا كانت الاغنيه مكسره الدنيا، ومن هنا بقى بيتغير مسار الموسيقى. حرفيا دي كانت اول مره قناه تعرض فيديو كليب لواحد اسمر، وفي يوم 10 مارس 83 بتتعرض لاول مره فيديو كليب اغنيه بيلي جين بتاعت مايكل جاكسون على القناه. Michael Jackson is back in action with his new album Thriller. والطفره حصلت بعدين. حرفيا من تاني يوم بقى ما كانش فيه بيت او محل او اي حاجه بتشغل تلفزيون في امريكا مش بتسمع الاغنيه او بتشوف الفيديو كليب. الفيديو كليب ده فضل لمده 7 اسابيع رقم 1 في بيلبورد 100. حرفيا القناه في الفتره دي كانت بتشغل الاغنيه طول اليوم، والناس طول اليوم بتسمعها. ساعتها بقى مايكل جاكسون يقول لك طب استنى كده، ده الموضوع جامد، ويقوم بعدها بحوالي 9 شهور عامل فيلم قصير لاغنيه ثريلر مدته 13 دقيقه. انا مش جاي اهزر بقى فاهم. وساعتها بقى في الفيديو كليب مايكل جاكسون كان طالع مع واحده بيحبها في الفيديو، والاثنين كانوا سمر. فمن هنا كان مايكل جاكسون حرفيا بيفتح الباب للناس السمر ان اي حد موهوب ومحبوس ورا فكره ان هو ما ينفعش يطلع على القناه او على التلفزيون، خلاص مايكل جاكسون جه وكسر كل حواجز العنصريه. وطبعا القناه ساعدته على ده، وطلعت بقى بعديها فرق موسيقيه كتير ومغنيين سمر بقى اللي هو خلاص التلفزيون اتملى. انا عايز اقول لك ان حرفيا انت اي حد بتشوفه بشرته سمراء او بيغني في فيديو كليب على التلفزيون، فده كان بسبب اللي عمله مايكل جاكسون. لان بجد ساعتها ان فكره واحد اسمر يطلع على القناه دي ويغني تكاد تكون دي فكره مش مطروحه للنقاش اصلا. The only place on TV you can see Thriller is here on MTV. ومن اول هنا بقى القناه حرفيا طلعت طلعه. القناه نجحت نجاح انا مش قادر اوصفه لك، انا مش بهول ولا بقول اي كلام. انا عايز اقول لك ان القناه دي حرفيا ما كانش فيه بيت في امريكا مش بيشغلها. الكلام اللي مكتوب ان القناه دي وصلت ل 70 مليون عيله امريكيه. ومن بعدها بقى شركات الانتاج بدات تهتم وتصرف على صناعه الفيديو كليب، لان خلاص يا معلم امريكا كلها بقت بتتفرج فاهم، يعني ده بيزنس. الكليب بقى من وقتها بقى لا يقل اهميه عن الاغنيه. حرفيا شركات الانتاج كانت بتدفع ملايين في صناعه الفيديو كليب عشان بس تحطها على القناه دي، وكل ده بسبب مايكل جاكسون. وساعتها بقى طبعا خلاص القناه بقت بتشغل الالبوم طول اليوم، وبعدها بقى الالبوم يضرب خلاص شكرا. حرفيا الفيديو بتاع فيلم ثريلر نزل يوم 3 ديسمبر، وفي اخر السنه كان متباع منه 32 مليون نسخه، وبعدها بسنه الالبوم بيدخل موسوعه جينيس. حرفيا الالبوم كسر الدنيا. وبعيدا بقى عن موضوع القناه وكده، الالبوم ذات نفسه فيه تفاصيل عبقريه وابداع رهيب من مايكل جاكسون. تعال نبص كده على كام اغنيه من الالبوم ونشوف كميه الابداع اللي فيه. عندك مثلا اجمد اغنيه في الالبوم بيلي جين، مهندس الصوت بتاعها بيقول ان هو عمل الاغنيه دي ميكس 91 مره عشان تطلع بالشكل اللي انت سمعته بيها ده. انت متخيل يعني 91 مره عشان يفنشها؟ والاغنيه دي بقى كانت السبب في ظهور رقصه المون ووك بتاعت مايكل جاكسون. واصلا الرقصه دي بيتقال ان هي مش من اختراعات مايكل جاكسون، وبيتقال ان اللي اخترعها اصلا في الاصل جيفري دانييل. ده غير اصلا ان مايكل جاكسون كان بيعمل الرقصه دي زمان وهو صغير، بس ساعتها كان بيعملها لقدام، وكانت اول مره تتعمل لورا بقى كانت على الاغنيه دي على التلفزيون. حرفيا الناس اتصدمت لما هو عملها.
بعدها حرفيا الرقصه دي شهرت الاغنيه وما بقاش في حد في امريكا مش بيرقصها، كانت ترند فشخ ساعتها. وعموما رقص مايكل جاكسون يمكن يكون من اهم اسباب نجاحه. يا جدعان هو كان عنده مرونه وسلاسه في الرقص رهيبه، يعني هو كان اجمد مؤدي رقصات في العالم في الوقت ده. يعني مثلا عندك الحركه اللي هي اسمها ضد الجاذبيه، اللي الوحيد في العالم اللي كان بيعرف يعملها هو مايكل جاكسون. كان بيميل بجسمه 45 درجه، ودي كانت حاجه ضد الصفات البشريه اصلا. في مره واحد من الناس اللي هم بيرقصوا معاه يعني حاول يزيد ويعمل زيه كده 45 درجه. بص هو كان هيقع هنا ولحق نفسه، فاهم؟ وبالرغم ان هم اكتشفوا ان هو كان بيستخدم جزمه معينه عشان يعمل الرقصه دي، برضه حتى بالجزمه ولو انت لبستها مش هتعرف تعمل برضه 45 درجه. وبرضه طبعا اغنيه وانا بي ستار ان سامثينج اللي حرفيا مايكل جاكسون ابدع فيها. الاغنيه دي كانت سبب في نيو ويف جامده قوي في الموسيقى، وهو كان كاتبها لاخته تويا جاكسون بسبب ان ساعتها كان في اشاعات عن مشاكل ما بين اخته واخوات جوزها، وكان بدا الاغنيه بيقول فيها ان الناس بتحاول تنشر اشاعات وتعمل حوارات. وبعيدا عن الليركس دي، بس انا اللي فعلا حاولت افهمه والموضوع كان صعب هي نوع الموسيقى المستخدمه في الاغنيه. بص وانا هحاول اشرح لكم الفكره بابسط شكل ممكن عشان فعلا الموضوع اصلا كان صعب عليا انا شخصيا، فاهم؟ بص هو انت كده في الالبوم عموما هتسمع كذا نوع موسيقى في كل اغنيه في الالبوم. مايكل جاكسون فعلا كان عامل ميكس وتركيبه صعبه قوي في الاغاني. يعني هو مثلا في الاغنيه دي استخدم نوع موسيقى اسمه بوست ديسكو، والنوع ده بما معناه بالعربي الموسيقى اللي هي ما بعد الديسكو، يعني اللي هي النيو ويف من الديسكو، فاهم؟ وده بسبب ان موسيقى الديسكو كانت بدات تنتهي في اواخر السبعينات، ومن اول الثمانينات بقى بدات تظهر النيو ويف الجديده دي. ولما مايكل جاكسون نزل بقى بالبوم ثريلر، الناس كلها اتجهت للجنرا بتاعت البوست ديسكو، وهو اللي كان السبب في ان الموسيقى دي بقى خلاص هي دي الويف الجديده بقى خلاص. يعني تقول لي تمام خلاص فاهم، اقول لك ان الموضوع مش بالسهوله دي بقى، عشان البوست ديسكو ده مش حاجه بتدوسها فبتتعمل الاغنيه، فاهم؟ انت عشان تعمل بيت بوست ديسكو هتحتاج تدخل موسيقى البوب والسول والفانك وعليهم الكترونيك ميوزك عشان بس تعمل بوست ديسكو، ويا ريتها على قد كده بقى وخلاص. يعني وانا بي ستار ان سامثينج دي بوست ديسكو، ومش بس بقى خلاص اللي هو تمام، لا ده كمان عليهم افرو بوب. اغنيه بيتت مثلا فيها بوست ديسكو وعليهم بقى 3 انواع من نوع الروك، هارد روك وكلاسيك روك ودانس روك. والموضوع وقتها يعني ما كانش بالسهوله اللي انت متخيلها دي، الموضوع كان صعب وعايز فريق عمل وبروديوسر جامد وصايع، يعني مش اي هبل، مش بقى كل واحد يجي يحط لي كام طبله على بيانو على ناي ويقول لي دي نيو ويف، فاهم؟ تقول لي تراب شعبي، اصل ده الكترو شعبي، اصل دوت نوع جديد اسمه بيج روم محمد سيد. وزي ما قلت لك ان زي ما الالبوم كان طفره ونقله في حياه مايكل جاكسون والموسيقى عموما، بس اصلا مايكل جاكسون كان جامد وصوته جامد على الودن كده، اللي هو فعلا صوته حلو قوي ان انت تسمعه. وده لان اصلا صوته مش طبيعي بسبب ان ابوه كان بيديله ادويه توقف النمو بتاعه عشان صوته يفضل رفيع، لان هو اصلا ساعتها اللي كان بيغني في الفرقه اللي هي بتاعه جاكسون 5 اللي هو ابوه كان عاملها. وكان ساعتها اساسا انا بكلمك في طفل عنده 11 سنه، وكان بالاغاني بتاعته بيخش قائمه بيلبورد 100، اللي هو طفل عنده 11 سنه بيخش بيلبورد 100. انت متخيل هو صوته جامد ازاي؟ فابوه بقى لما لاحظ ان الواد هيكبر لان الواد طفره، فاهم؟ لا انا عايزه يفضل صغير، عايز صوته يفضل زي ما هو، فاهم؟ فكان بيديله هرمونات وادويه كده تلعب في صوته وتخلي صوته رفيع. بس مايكل جاكسون بقى لما كبر استغل حوار رفع صوته ده، وكان في تكنيك بيستخدمه فرق قوي في البوم ثريلر، واكيد انت خدت بالك منه بس ممكن تكون مش فاهم ليه. يعني انا برضه على فكره برضه كنت عمال اسمعه اللي هو انت ليه بتعمل ده، فهمت ان هو قاصد الموضوع. يعني لو تلاحظ مايكل جاكسون كان دايما بيعمل اصوات انين كده، واللي هو تحسه بيصوت شويه في الاغنيه وهو بقى كان بيستخدمها عشان تمشي مع ايقاع الموسيقى اللي في الاغنيه، اللي هو كان بيستخدم صوته كآلة موسيقيه، يعني فاهم اللي هو ازاي؟ حاجه زي ويجز كده في تراك كان نفسي مثلا. وفي نفس الوقت برضه الموضوع ده كان بيخدم الرقصات اللي هو بيرقصها في العروض اللي كان بيقدمها في الحفلات، وفعلا الموضوع ده خدم الاغاني اللي في الالبوم بشكل كبير قوي. ماشي، وانا اول مره اطول كده مش عارف، حاسس ان انا طولت قوي زي ما انت شايف حرفيا واحد ممكن نتكلم عليه للصبح، في حاجات تانية ممكن فيديوهين تانيين نتكلم فيهم، فاهم؟ فلو انت عجبك الفيديو وشايف ان احنا ممكن نتكلم تاني عن تفاصيل بقى الالبوم بقى بالظبط، اللي هو كل اغنيه بقى نجيبها نفصصها كده واحده واحده، اكتب لي في الكومنتات، ويا ريت تدعمني بلايك للفيديو عشان انا فعلا تعبت فيه جدا يعني والله. ولو حبيتني ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. يعني انت هتحبني اصلا، انت كل ده ما حبيتنيش يا عم، ده بقالي ساعه بتكلم ده الفيس بتاعي لو حابب تعمل لي اد، وده الانستجرام بتاعي برضو اعمل لي فولو، وبنزل ريلز هناك حلوه يعني هتعجبك. بس كده كان معاكم عبد الله لالا، سلام.